السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. واش راكم مبروكة بالصحة والسلامة إن شاء الله. في هذا الفيديو بإذن الله غادي نحضروا هاد قنينطات معمرين باللوز، كيجيو معلكين ومقرمشين من برا. إن شاء الله تجربوهم وينالوا الإعجاب ديالكم. إذا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ما تنسيش تشاركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك دائما الجديد من الوصفات، ومرحبا بكم في القناة. والآن غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير ديال هاد القنينطات اللي كيجيو روعة. بالنسبة للكمية ديال اللوز أنا هنا عندي 700 غرام، يعني واحد الكيلو قل 300 غرام، نخدمو بكيلو إلا بغيتو أولا نص كيلو، الكمية تتبقى على حسب الذوق ديالكم. هنايا اللوز اللي غادي ندير الماء حتى كيغلي تماما ويولي يعني الماء غليان، عاد تنرمي فيه داك اللوز غير واحد شوية باش ما يشربليش الماء، وتنزولو ونخليه يستقطر شوية وندوز نفركو باش ما يشربليش الماء، المهم ما نخليوش في الماء غليان مدة طويلة. صافي هنا صفيتو وتنبدا نقشر. بالنسبة لهاد اللوز غادي نق ال ال الكمية اللي عندكم غتاخدو منها الربع، مثلًا كيلو غناخدو 250 غرام، عندنا نص كيلو عاود ناخدو 125 غرام. هنايا أنا عندي 700 غرام خديت 175 غرام، خليتها على جنب غنديرها عقدة ديال اللوز بحال ديال الكعبة، والكمية الأخرى هي اللي غادي نقلي. بهاد الطريقة كيجيو معلكين، كيجيو لذاذين بزاف. يعني أنا الكمية الكبيرة غادي نقليها، وديك الربع ديال الكمية غادي نديروها على شكل عقدة. هنا في الزيت باردة غادي ندير داك اللوز ونديروه على عافية اللي متوسطة، ونخليه حتى كيغلى تمامًا الزيت، عاد كنبدا نحرك تما ما تنزولش يدي، تنبقى نحرك باستمرار باش يجيني يعني تحميرة اللوز تجي لون موحّد وتجي كلها مزيانة وما تحرقش ليا. وبالنسبة للرابعة ديال هاد الكمية اللي خليت غادي نديرها غادي نديرها في الهاشواغ وندير معاها عندي واحد 100 غرام ديال سنيدة اللي غنقسمها في الطحين، وتنبدا نطحن هاد اللوز. هنا طحنتو الطحنة الأولى، والطحنة الثانية غادي نضيف معاه كمية ديال السكر. بالنسبة لسكر سنيدة أنا درت 100 غرام، يعني ما بغيتش العقدة عاود تجيني حلوة بزاف لأننا غنطفيوها في العسل. 100 غرام راه مناسبة لهاد الكمية د اللوز اللي هي 700 غرام، ممكن حتى كيلو نديرو فيه 100 غرام كافية، واللي كيبغي العقدة حلوة ممكن نزيدو السكر على حسب الذوق ديالكم. وهنايا تنحرك هكا الهاشوار وكنولي عاود تنطحنو، المهم حتى كيتطحن لي مزيان داك اللوز، عاد تنتوقف. ها نتوما كي كتشوفوا راه تطحن مزيان، طلق شوية د الدم ديالو، ها انت كيبقى يتشكل ليا، وتنوضعوه على جنب ندوزو نطحنو اللوز اللي قلينا، حتى هو كيعطي مذاق رائع في هاد العقدة. كي كتشوفوا راه كيجي مذهب وتحميرة وحدة، وكنبدا نطحن حتى هو وكنضيف معاه الكمية ديال السكر اللي تبقات لي. إلا بغيتو يعني تحسوا بالعقدة فيها شوية ديال هكا اللوز مهرمش، ممكن طحنوا الكمية الأولى مزيان، الكمية الثانية تهرمشوها شي شوية. واللي بغى العقدة تجي معلكة وما تجيش فيها يعني حبيبات ولا القرمشة ديال اللوز فيطحنها مزيان. صافي من بعد ما كملت طحين ديال اللوز ديالي كندير واحد المعلقة صغيرة ديال القرفة، وكندير واحد 3 د الحبيبات ديال المسك الحرة كندقهم هكا مع شوية سنيدة، وتنضيف ما زهر. هنايا ما زهر بقيت تنضيف غير بشوية، ولكن في تقريبا راني ضفت شي 6 ديال المعالق كبار ديال ما زهر. وبالنسبة للزبدة هنايا راه عندي 2 معالق اللي دوبت درتهم كاملين، 2 معالق ديال الزبدة، من الأحسن تكون نوعية جيدة، كندوبهم وكنضيفوهم وكنبقى ن... ن... يعني نخدم هاد العقدة وندمجها مزيان. بالنسبة للمزهر أنا راه بقيت كل مرة كنضيف شوية حتى حسيت بالعقدة ديالي انسجمت. في المجموع راني درت 6 ديال المعلقات ديال المزهر، يعني نخدمو غير بشوية بشوية حتى كنحصلو على القوام اللي مزيان وكيتعلك ليا هاد العقدة بالمزهر وبديك الزبدة وداك العقدة اللي طحنا راه حتى هي تتطلق لي الدم ديالها. وهذا هو الشكل ديالها، راه تتجي رائعة وبنينة واللون ديالها ذهبي رائع. هنايا كنبقى نقسم بالميزان باش يجيوني قنينطات مقادين، درت فيهم تقريبا ديك 17 غرام بحال هكا، الحجم متوسط يعني ماشي كبار وماشي دوك اللي صغيورين.
هنا تناخد الورقة اللي تنقسمها على 4 بهذا الشكل، وكنقاد لهاديك الجوانب، كنحيد داك الجوانب اللي اليابسين، وكنبقى نوضع العقدة بعد ما كملتها يعني في العبار كاملة، وكنبسطها هكا بيدي ونقاد لها الجوانب وصافي، وكنبقى نطوي ونضغط هكا باش ديك العقدة كتلصق لي، الورقة تلصق لي على العقدة. وتندهنوا بأبيض البيض. من الأفضل، أنا في الأول خدمت بالدقيق، وليت عاوتاني خدمت بأبيض البيض. ندهنوا شوية هاد الورقة بأبيض البيض وحنا كنلويو باش تسد لينا مزيان، ونتأكدوا باللي ما غاديش تشحل لينا في القلي نهائيا. هي واحد مسحة خفيفة ديال بياض البيض اللي نجمعوا بها ديك الجوانب، وهذا باش ما تحلش ليا العقدة فاش نكونوا تنقليوها. وتنستمر بنفس الطريقة حتى كنكمل هاد القنينطات كاملين. العقدة راه كتجي معلكة وكتجي رائعة، وما نكتروش يعني من الورقة باش تجي زوينة، ما تجيش الورقة غالبة على على الحشوة. وهنا من بعد ما كملت هاد الكمية، راه 700 غرام د اللوز عطاتني تبارك الله هاد البلاطو كامل، وخليتهم نشفو. نخليوهم من ساعة حتى ساعتين حتى 3 ساعات، المهم نخليوهم ينشفوا مزيان باش فاش كيتقلاو ما يتحلوش، ونديروا لهم ابيض البيض. هنايا عندي الزيت اللي خليته حتى غلات مزيان، وعاد تنبقى نضيف، وكنضيف دوك الاولين اللي خدمتهم هما الوالا، كيكونوا هما الاولين ناشفين مزيان. ودابا من بعد ما العافيه كانت مجهده حتى غلات لي الزيت ووضعت فيها هاد القنينطات، تندير العافيه متوسطه، ما نديروش العافيه مهيله، عافيه متوسطه، لان الحشوه لداخل عندنا طايبه، اللوز مقلي، باش ما تضيعناش الحشوه وتزيد تكحل لينا اولا تحرق لينا الحشوه اولا تقصاح لينا. يعني عافيه متوسطه، وحنا تنحركو وتنقليو في هذا اللوز. يعني حنا عندنا غرض غير بالورقه تقلى وتقرمش، اما الحشوه راها طايبه. وكنبقى كنزول وكنطفي في العسل وصافي، وخليتهم ليلة كاملة في العسل، اولا نخليوهم المدة اللي بغيتو، ومن بعد تسقطروا. وها هو التقديم النهائي ديالهم، راه تيجيو مقرمشين والحشوة من الداخل معلكة، تيجيو زويونين. هاد القنينطات ديال اللوز رائعين، ومن السميم داك القرفة والمسكة الحرة والمزهر. وان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. وإذا كنتي أول مرة كتشوفي القناة، ما تنسيش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك دائما الجديد من الوصفات. وألف مرحبا بك في القناة، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. خليتكم على خير، مع السلامة.